إزاي أعرف إن حالتي النفسية محتاجة تدخُّل متخصص، والّا أنا بس مجرد إن أنا محتاجة أقوم أتحرك وأروح وآجي فالأمور هتمشي؟ إمتى أقول أنا محتاج تدخُّل متخصص فعلًا؟ يعني إحنا بنسمع من ناس كتير يقول إن الناس كلّها مكتئبين، وإن إحنا كلّنا مكتئبين، ولمّا باروح في أي حتّة وحد يعرف إن أنا طبيب نفسي يقول: "يا دكتور ده إحنا كلّنا محتاجينك." وكده يعني ده حقيقي. بس ده مش صحيح، يعني مش صحيح الناس كلّها مكتئبة، ومش صحيح الناس كلّها مرضى نفسيين، دي عبارة فيها تجاوز شوية، مش كل عرض نفسي أحس بيه معناها إن أنا مريض نفسي. إحنا بقى بنقول إن في 3 مستويات، في مستوى الإنسان السوي أو في حالات السواء، اللي هو أعراض نفسية قليلة جدًا أو ما فيش، ففي الوقت ده أنا في حالة سواء، مزاجي كويس وباروح الشغل وبامارس هوايات وباقابل أصحابي وباعمل كل الحاجات اللي باحبها وكده. في حالة تانية اسمها حالة المرض، اللي هنتكلم عنها بقى ونقول إن في خصائص تشخيصية للأمراض النفسية، لازم عشان أقول الشخص ده عنده هذا المرض النفسي لابد يستكمل عدد من الخصائص بشدة معينة وبمدة معينة. طيب في مرحلة وسطى أو في حالة وسطى ما بين الاتنين دول، هي دي اللي فيها المشكلة، اسمها حالة التأزم، إنه الشخص ما هواش سوي سواء كامل وما هواش مريض لكنه متأزم. المتأزم ده اللي هو عنده بعض الأعراض النفسية زي ما احنا قلنا، مقاريف في بعض الأوقات، متوتر في بعض الأوقات، مش مبسوط، مش مرتاح، مش متوافق قوي مع الناس، مش حابب شغله، حاسس كده انه مفيش عنده هدف، مفيش عنده امل، مفيش عنده تفاؤل، مفيش عنده كذا، لكنه لم يصل الى درجة المرض بعد. حالة التأزم دي هي اللي موجودة كتير في الناس.